ما زالت لليوم المشاكل هذه أغلبها ما تحلش. وزارة التربية تمهل المعلمين المقاطعين للدروس حتى 10 نوفمبر للتوقيع على عقود التسوية أو الاستغناء على خدماتهم. 10 نوفمبر معناها غدوة آخر أجل، يا إما يوقعوا على العقود متاع التسوية وإلا بالشاقة الاستغناء على خدماتهم، حسب طبعا وزارة التربية اللي نبهت في بلاغ لها أنه بانقضاء الأجال اللي تمتد إلى غاية 10 نوفمبر تنقطع كل صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم. جامعة التعليم الأساسي طبعا ردت وقالت أنه كل تهديد من وزارة التربية باش يقابلوا تصعيد. احنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل معنا مدير عام الدراسات والتخطيط بوزاره التربيه بوزيد نصيري. سي بوزيد اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا، مرحبا بك وكافه المستمعين. زيد اعطينا اكثر تفاصيل سي بوزيد. طبعا البالغ نتاع الوزاره عمل واثار جدل كبير، الناس تستنى في 10 نوفمبر شنو باش يصير معناها لو ما يتمش التوقيع والا ما يتمش معناها تتمش العوده. هل باش يتم فعلا الاستغناء على خدمات المعلمين والا لا؟ زيد اعطينا اكثر تفاصيل. شكرا وبارك الله فيك. يهم برشا وزاره التربيه انها توضح قبل كل شيء البلاغ اللي صدر على وزاره التربيه ماهوش تهديد، هو تذكير بما له ما عليه بحقوقه وواجباته. تعرف انه اليوم اي في قواعد الشغليه وقواعد العمل في اركانه التعاقديه انه العمل وانجاز العمل يقابل التاجيل ويقابل حقوق. مش معقول انه اليوم ماخذين وليداتنا تلامذه مخلينهم هما في حاله شبه رهائن اليوم، في حاله باش نقولها بكل جرأه وبكل صراحه انه اليوم المنظومه تتعرض الى ابتزاز كبير، نعرفه مليح ونحب نوضح احنا ابتزاز من نقابات معناها. والله هذا هو الموجود. بكل اسف احنا في وزاره التربيه سجلنا عدم تجاوب الجامعه العامه للتعليم الاساسي مع كل المقترحات والتي تقدمت بها الوزاره والحكومه بشكل عام في اطار التسويه والقطع مع اليات تشغيل الهش. وبالطبع اليوم مع بعض التعقل والرصانه اي واحد عنده ذره ضمير تربوي يفهم انه كل حقوق زميلاتنا وزملائنا خذوها، والمنجز في برغم الظروف الصعيبه برشا اللي تمر بها البلاد يعتبر منجز تاريخي. بربي سي بوزيد سامحني فقط قوس، لو ترجع لي لاخر جلسه تفاوض جمعتكم بالنقابه، لانه احنا خذينا الطرف النقابي دخلوا معنا عطاونا طبعا وجهه النظر نتاعهم، ماذا بينا كي نسمعوا وجهه النظر نتاع الوزاره. هما يقولوا انه ما قدمتوش معناها مقترحات جديده والا ما معناها نفس المقترحات تقريبا تقدموا فيها منذ البدايه، فماش حتى خطوة إلى الأمام من الوزارة. في آخر جلسة شنو اللي صار معناها طبعا من وجهة النظر متاعكم؟ هو مش من وجهه هذه وجهه هذا اللي صار، باش نحكي لك اللي صار. الخطا تعرف الموقف الرسمي ما يحكي كان الحقيقه ما يغلطش وما يدفعش لتأجيج الوضع ويكون في اقصى حالات ضبط النفس مراعاه لمصلحه الجميع، مصلحه وليداتنا الثلاثه ومصلحه زميلاتنا وزملائنا المربين. لكن نعاود نقول لك في اخر جلسه عقدت كما قلت لك سجلنا بكل اسف عدم تجاوب كلي من قبل الجامعه، مش مع كل المقترحات وبيعها في الاعلام خاصه في الجلسه كنتوا تابعتوها وتابعتوا تطورها من مرحله الى مرحله. تم عمل ماراثوني انجز منذ 17 اكتوبر 2022، يعني تقريبا منذ سنه، والوزاره تشتغل على هذا ان يسعى كل الاطراف الحكوميه وكل الاطراف المتداخله. بالطبيعه نعاود نقول قبل كل المقترحات بالرفض الفوري دون اي وقت للتفكير فيها. وبالطبيعه تعرفوا المطالب الاوليه كانت تهم فئه الاجازه علوم التربيه، حاملي الاجازه التطبيقيه في التربيه والتعليم، حامل الاجازه في علوم التربيه والتعليم تبع 21 22 والنواب. الجلسه هذه تقريبا كل المقترحات لم يتم اي تفاعل، لم نجد اي تفاعل فيها، وعرضت على الطاوله جمله من النقاط الاخرى. وايضا بالطبيعه كي شافوا الحل شوفوا نقدمنا في الحل تم الزج بمقترحات اخرى وحاولوا يجروا فيها مقترحات اخرى. مثلا بداوا يحكيوا زادت معناها مطالب اخرى، معناها مش مطالب تعجيزيه في طريقها الى سد الوضع وزيد تعكيره.
حبيت نقول انه تم اضافه جمله من النقاط، بداوا يحكوا على الوقتيين وعلى الزملاء من يسمى اطواء والنواب خارج الاتفاقيه. بالطبيعه الوضع هذا وضع احنا في وضع ترقب، في وضع وديدة ما يقراوش، ثم وضعيات لازم ناس لازم تحكم مقاعد عملها باش لانه الاثار المطالب وواجهتها وحقهم في العمل الكريم واللائق، وهذا حقهم الوزاره تدافع عليه قبل كل طرف وكل شيء، قبل اي واحد موجود في لانه المسؤوليه الاخلاقيه نتاع الوزاره وهذا وجدها. تم اليوم يصير عمليه تجهيز لفئه اخرى، وبالطبيعه نحب ناخذ وقت باش للاعلام من باب الاعلام وايضا من باب توجيه رسائل، لان احنا العوان الوقتيين الموجودين في الوزاره بالطبيعه في طور التسويه، الامر تقريبا هو في طور النشر، وبالطبيعه راهم مش كان العوان الوقتيين نتاع وزاره التربيه، العوان الوقتيين نتاع الوظيفه العموميه الكل، بالطبيعه النصيب الاسد اكثر من 70% منهم موجودين في وزاره التربيه، معناها وضعهم توا قاعد يتقدم. في الايام القليله القادمه سيتم ترسيمهم بالطبيعه في اطار التجهيز وفي اطار اكثر عدد يقاطع وتم يقوم بمقاطعه. تم توجيه رسائل لهم بشكل غلط، وبالطبيعه باقيين نشوفوا في حاله من الفوضى في بعض المؤسسات التربويه، هذا مرفوض. دونك بالنسبه للاعوان الوقتيين تقول لي امورهم واضحه وباش يتم فقط معناها نشر الموضوع هذايا بالرائد الرسمي وباش يتم ترسيمه. الاشكال اليوم سي بوزيد، الاشكال اليوم قعد يخص دفعه 2022 هكا ولا لا؟ دفعة 2022 بالطبيعة يتم التعامل معهم كزملاء كباقي الدفعات اللي سبقتهم، عديوا عام تعاقد، وبالطبيعة يتم وجوبا اثر انتهاء السنة هذه ترسيمهم واعتبارهم متربصين السنة أولى كما الدفعة اللي سبقتهم وكما الدفعة اللي قبلها. هذا اللي انتم اقترحتوه ورفضتوا النقابة معناه؟ احنا ما قدمنا حلول نهائيه، قدمنا تصورات بالطبيعه ما نقدرش نقول لانه الملف هذا ما يحتملش التفاوض وما يحتملش التاجيل وما يحتملش لانه النهار بحسابه اليوم راهي قرايه اولادنا خط احمر ما فيهاش. اليوم كنا اولياء، كنا عندنا وليدات في المدارس، مش معقول بالمره انه اللي صاير توا يبقى يصير، خاصه انه الناس الكل اخذت حقوقها. بالطبيعه وين ماشيين هذا نحب يجاوبون عليه الزميلات والزملاء شريكنا كانها في الجامعه وين نحبوا نوصلوا بالوضع التالي اليوم. وبالتالي غدوه 10 نوفمبر سي بوزيد، غدوه 10 نوفمبر يطبق القانون، لانه من باب ذكر ما نقدرش نهدوا، نحن قلنا راهو ثم قانون يطبق. بالطبيعه هم اصبحوا منظرين بقانون الوظيفه العموميه، يطبق عليهم القانون، لهم نفس كل الحقوق، حقوقهم تحكينا اكثر عن الحقوق. اليوم ما فيها باس نحكوا على الواجبات، راهو مش معناه كل انسان وكل موظف وكل مسؤول وكل او اي عامل في هذه البلاد وفي كل ارجاء الكون عنده حقوق، اكيد مقابل حقوق عنده واجبات. مش معقول حقوقي فقط وواجباتي ما نقومش بها. وايضا نحب نذكر بحاجه انه راهو اللي صاير اليوم لا علاقه له بالقانون، لانه في بالقوانين الشغليه في العالم الكل في الدساتير اللي تعترف بحق التظاهر وحق التنظم وحق الاضراب، ما فماش في القاموس حاجه اسمها مقاطعه. هذا غريب برشا، وباقي نشوفوا في حاجات، وان شاء الله ندعو احنا اليوم الى تغليب صوت العقل، وانه راهي كل ازمه توفى، اما ما نخلوش الازمه اللي تخلي رواسب تبقى قد تستمر لسنوات، لانه نهار بالحق راهو نهار ما تشوفوهاش تلميذ في مدرسه، راهو نهار قرايه راهو يساوي الكثير بالنسبه للفرد، بالنسبه للعائله، بالنسبه للمجتمع، بالنسبه للاقتصاد. طبعا مش موضوع نخلوه، لازمنا نغلبوا صوت العقل وصوت الحكمه، ما يلزمناش ناخذوها مسائل فقط، قد تكون مسائل شخصيه او قد تكون مسائل اخرى. اليوم هذه مسؤوليه وطنيه تاريخيه، الوطنيه ماهيش شعارات وكلام يتقال في منابر الاعلام، لكنها ممارسات تجاه هذا الشعب وتجاه هذا الوطن، رجاء نغلبوا صوت العقل. تعرف انه في تعاطينا الاعلامي كنا متوازنين وكنا عندنا واجب التحفظ، كنتوا غايبين شويه زيد سي بوزيد. خلينا نوضحها. نشكر كل جهاز، اي مسؤول من السيد الوزير الى كل مسؤولي الوزاره، اي اتصال من اي وسيله اعلاميه يتم التعاطي معها بشكل فوري وبشكل سريع. لكن اليوم نشوفوا ايضا الدعوه مش موجهه فقط للشريك الاجتماعي، موجهه كذلك الى كل وسائل الاعلام، الى كل الفاعلين. فلنتعقل، يلزمنا نكون شويه رزان، ما يلزمناش نشنجوا، يلزمنا نرجعوا للعمل، ويلزمنا نقوموا بواجباتنا، ولازم كل واحد يقوم بواجبه ودوره بدون تأجيج، بدون
خاطر اليوم صباح بكل اسف نشعر بعض وسائل الاعلام ما خذتش كيما خذيتوا انتم البلاغ وحلته بالطريقه هذه، لكن وقع فيه تهكم. احنا نعاود وقع نحب نقول انه البلاغ راهو جاء للتذكير بالحقوق والواجبات وبالطبيعه تطبيق القانون. وزميلاتنا وزملائنا في الجامعه العامه دائما يدعون الى تطبيق القانون. هاو القانون يطبق كما يجب ان يطبق. واضح. سي بوزيد نسيري، مشكور جدا سيدي على تواصلكم معنا، مدير عام الدراسات والتخطيط بوزاره التربيه.